طبعا التعليم الفني من المحاور الهامة اللي الدولة بتاخدها محور اهتمام. لازم نهتم بالتعليم الفني، وهناك تعليمات من الدولة ان يكون هناك اهتمام بالتعليم الفني. طبعا عندنا تجربة الصينية كانت مسار اهتمام من دول العالم. التجربة الصينية اهتمت بالتعليم الفني، فكان لازم احنا ايضا نحتذي هذا الحذو. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ عادل عبد الوارث، مدير عام التعليم الفني بالاسكندرية. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك، وبتشرف دايما بلقاءات داخل تلفزيون اسكندريه طبعا. فده بيبقى الدور الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه، ان لازم يكون دور الاعلام مهم جدا 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 في تغيير نظره المجتمع لطلبه وخريجي التعليم الفني. التعليم الفني ده بيمثل قطاع كبير جدا من الشباب، بنين او بنات، داخل الجمهوريه بصفه عامه وداخل محافظه الاسكندريه. يعني لو خدناها كنسب هلاقي حوالي اكتر من 30 او 35% من الطلاب الحاصلين على الشهاده الاعداديه بيلتحقوا بمدارس التعليم الفني. املنا كبير ان احنا نوصل لل50 ول60% ان هم يتوجهوا للتعليم الفني داخل المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه بالكامل، بناء طبعا على ورش العمل اللي امر بها السيد وكيل اول الوزاره بعملها داخل المديريه في خلال الاربع ايام الماضيه، اعدادا لورقه العمل اللي هتناقش ان شاء الله في المؤتمر الكبير المعمول في السادس من اكتوبر في 21 و 22 11، اللي بنأمل منه ان شاء الله الخروج برؤيه شامله لتطوير منظومه التعليم والتعليم الفني بصفه عامه. لما نقول ان وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، لازم معلش انا ادرج الجمله دي بالذات كمسؤول عن التعليم الفني والغيره على التعليم الفني. التعليم الفني من منظورنا داخل محافظة اسكندرية ان هو عشان يحصل تطوير فيه يبقى لازم ان احنا من وجهة نظرنا برضو، لان احنا ما بنلزمش حد بشيء، ان احنا بنحط معايير ثابتة لتطوير التعليم الفني. فالتعليم الفني في اسكندرية وعلى مستوى الجمهورية بالكامل عشان اقول ان هيتم فيه تطوير لابد من ربط الخريج بسوق العمل. النهارده ولي الامر او الانسان العادي اللي موجود في المجتمع المصري يهمه في المقام الاول ان الطالب يتخرج سواء كان من مؤهل عالي او مؤهل متوسط يلاقي فرصه عمل مناسبه بعد اداء الخدمه الالزاميه الخاصه به. فده الهدف الاساسي لاي برنامج تطوير، اللي هو القضاء على البطاله. القضاء على البطالة لن تتم إلا من خلال هذا الموضوع. يتعمل دراسة جيدة جدا لسوق العمل، الاحتياجات مش النهاردة، الاحتياجات لطالب اللي جاي بعد 3 سنين، بعد 5 سنين اللي هي مدة البقاء في المرحلة الثانوية الفنية، دبلوم 3 سنين ودبلوم 5 سنين. بعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات أنا محتاج كام طالب أو كام خريج في تخصصات ايه؟ يبقى اذا لازم يكون عندي قاعده بيانات كامله بالتخصصات المطلوبه لسوق العمل حاليا وفي الايام اللي جايه، وعدد الخريجين المطلوب توظيفهم داخل هذه الشركات والمصانع. فده يمكن الهدف العام او الحوار اللي احنا على اساسه بنقدم ورقه العمل بتاعتنا في هذا الاطار، اللي هو الهدف الاساسي ربط الخريج بسوق العمل. 2، الهدف العام والاشمل هو التوجيه المنظم والمبني على اساس معايير ثابته بقاعده العمل لسوق العمل داخل المحافظه. ده طبعا هيرتبط بيه بقى سواء كان صناعي، زراعي، تجاري، فندقي. بنقول حاجات خاصه للمعلم، حاجات خاصه للمنهج، حاجات خاصه في الارشاد والتوجيه، اللي هو المعلومه نفسها لازم نخاطب العقول قبل برضه ما بخاطب المهنه اليدويه. لازم العقول تتغير، لازم تتفتح، لازم نعرف ايه اللي مطلوب مننا في اللي جاي كله عشان نبني على قواعد ثابته، ودي رؤيتنا كتعليم فني، ومعانا طبعا المحتوى الخاص بهذا المجال. لو اتكلمنا عن المتفوقين في التعليم الفني، هل انتم بتاخدوا الطلبه المتفوقين بتجهزوهم عمليا وميدانيا، ولا مجرد انه بياخد شهاده التعليم الفني بتنقطع علاقتك بيه؟ هنا على حسب معيار التفوق.
هل التفوق هنا يقصد به تفوق علمي ولا تفوق مهاري؟ ان كان تفوق مهاري فده على طول عن طريق وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل اللي موجوده على مستوى مدارس التعليم الفني في اسكندريه بالكامل النهارده تقريبا، فده بيتم توجيهه للتخصص بتاعه داخل شركات او داخل مصانع قواعد بياناتها موجوده عندنا. اما اذا كان التفوق العلمي فمجال التعليم الجامعي مفتوح له، سواء انه يلتحق بكليات الهندسه او بكليات التربيه او كليات التعليم الصناعي، عشان نربي كوادر جديده للمعلمين داخل هيئه التدريس بالتعليم الفني. فده بالنسبه للطلاب المتفوقين بيتم رعايتهم وبيتم متابعتهم، وبالاخر هو بنوجهه طبقا لميوله ورغباته ايه، عايز يشتغل ولا عايز يكمل تعليمه. فالمجال ده مفتوح والمجال ده مفتوح، وان شاء الله احنا يمكن عندنا في وحده تيسير الانتقال لسوق العمل على مستوى الثلاث سنوات اللي فاتت، ويمكن التقرير متقدم في الوزاره بالفعل، ان احنا تقريبا عملنا تعيينات لحوالي 5213 طالب وطالبة في المصانع والشركات من خلال وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل. تم تدريب أكثر من 2600 طالب على تدريب مؤقت داخل المصانع في الفترات اللي هي أجازة نص السنة والأجازة الصيفية بأجر. وحاليا في بعض مدارس التعليم الصناعي الطلبة بعد ما بتخرج من المدرسة بتتوجه إلى شركات في بعيدا عن وقت المدرسة تماما، وبتشتغل فترة مسائية بمقابل بأجر، تدريب بأجر، واللي متدرب فيهم بياخد أجر فعلا داخل هذه الشركات. فالاتجاه كله بتاع التعليم الفني إن أنا أوظف أشغل الخريج. يبقى هنا الخريج بيلاقي فرصته ان هو يلاقي وظيفه او عمل، وده لو قدرنا نوصل له، قدرنا نقضي على نسبه كبيره من البطاله، اظن ده هيبقى قمه التطور في التعليم بصفه عامه.